فين الاتحاد؟ فين بنزيما؟ فين كانتي؟ فين حمد الله؟ طب وملعب الجوهرة اللي قلبناه استاد السلام فجأة؟ الاهلي بطل افريقيا والعرب بيفوز على ملوك الكبسة اتحاد جدة بثلاثية في كاس العالم على ارضهم وفي وسط جمهورهم. كلهم في السعودية قالوا ان الاهلي هيشيل سكور، وانا قلت روح الفانلة الحمراء والشخصية. والنتيجة اول ربع ساعة كانت للاتحاد، ومن بعدها فرضنا شخصيتنا ولعبنا لعبنا، استحواذ باستحواذ، هجوم بهجوم، فرص بفرص، منتهى التكافؤ والندية مع فريق قيمته السوقية 3 أضعاف فريقنا، بس عمرها ما كانت بالفلوس، بالروح والشخصية وبمعنى كلمة ابن النادي. النهاردة كانت نمور بس بتواجه نسور أهلاوية قدرت تسيطر على أجواء المباراة عكس المتوقع، بس مش اللي احنا توقعناه، وحذرناكم بس ما سمعتوش زي اللي قبلكم. كل جمهور بيبقى شايف فريقه فريق عظيم لحد ما بيواجه الأعظم. الاتحاد فريق كبير، كلهم نجوم، ايوه، لكن للأسف احنا الصخرة اللي بتحطم أحلام كل المنافسين. أداء بطولي وأهداف روعة، فرص ضايعة كتير، عدل الماتش كان يخلص 5 أو 6، مرتدات في منتهى الخطورة، تركيز عالي وتحرك محترم، أداء تكتيكي عالي قوي، روح قتالية ولياقة بدنية مبهرة. في المقابل هجوم عشوائي وقلة حيلة من الاتحاد على أرضهم وفي وسط جمهورهم. بنزيما، جوتا، حمد الله في جيب الدفاع حرفيا. فرصنا أكتر وأخطر بكتير. باختصار يا جماعة، ربنا يكفيكم شر الأهلي لما يكون رايق ومركز. حقيقي مش عارفة اتكلم عن معلول وجماله ولا كهربا ولا امام اللي اول مشاركته في كاس العالم باول هدف ليه، ولا منعم وكوكا ولا الشناوي اعظم حارس في التاريخ. اتكلمت عنه وقلت ان هو هيبقى نص المباراة وفعلا ده حصل. الشناوي النهاردة مان اوف ذا ماتش جدا، يعني لا تقولي بقى بنزيما واحسن لاعب في العالم، مش احنا اللي يفرق معانا الكلام ده خالص. سجلنا 3 اهداف اروع من بعض. معلول وروقانه وهدوءه في ضربة الجزاء ده مش جديد علينا. حسين الشحات في الجون التاني ار2 يتدرس حرفيا. كهربا وحتة انكار الذات اللي اتكلمنا عنها قبل الماتش، ساب الكرة لإمام وفعلا سجل الهدف الثالث واحتفل احتفال ليه طعم تاني عند الآخرين. كنت عايزة بس اتكلم عن حاجة. موديست خلاص بيأكد انه أسوأ صفقة في تاريخ النادي، يعني نزل النهارده وياريته ما نزل بصراحه. 3-4 دقايق تقريبا وكان واخد كارت احمر نتيجه الكوع كده مع حجازي. فيعني كفايه قوي لحد كده يا مودست بصراحه، شكرا. الخلاصه النهارده كنا فريق مرعب قادر انه يخرج اي فريق من اي محفل دولي. كنت بتقولوا قبل الماتش 1-2 الطعميه راحت فين؟ انتوا النهارده كلتوا 3 طعميات، وياريت تشربوا لبن عشان الحموضه عاليه قوي النهارده. فوز كبير ومهم بيأكد لهم مكانة الأهلي إنه مش بس بطل أفريقيا، إنه بطل الوطن العربي كمان. احتفلنا النهاردة ومن بكرة إن شاء الله هنستعد لمواجهة فلومنسي بطل أمريكا الجنوبية. واشوفكم في فيديو ما قبل المعركة. ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم واربط على قلوبهم وارحم موتاهم واشفي مرضاهم، اللهم أمين. أنا جنى وائل وبس كده.